بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده سمكه اسمها سمكه اللمبوكه، سمكه بحر. احنا كنا جايبين سمكتين، طلعوا السمكتين 3 كيلو ونص. فالسمكه دي لازم بتسلخيها وتقطعها جزل، بتطيب جزل او بتستوي الجزل زي ما انتوا شايفينها. بعد ما استوت قدامكم اهي، وهشوفها دلوقتي وهي متقطعه جزل وهي لسه ما استوتش، وانا ما عرفتش نصورها واحنا بنسلخوها يعني. اهي شايفين لحمتها بيضة ازاي. ودي سمك البحر معروف كله يود ومغذي ومفيد خالص، وفي فيتامين د، فيه فيتامين د وفيه اليود يعني. وده مغذي للإنسان يعني. اهو اهيت هي دلوقتي اهيت، هي جزل نية لسه اهيت، بنوريها لكم اهيت. ولقينا فيها برضو بطارخ اهي. دي سمكة واحدة اهيت، ودي البطروخ بتاعها. ودي هنشوف بقى المكونات الخلطة بتاعتها. ادي راس توم وكمون وبهارات سمك وفلفل اسمر، ونص كوباية زيت، ومعلقة صغيرة ملح، والصلصة اللي انت عايزة تحطيه حطي، الصلصة اللي عايزة تحطها حطيها زي انتوا شايفين قدامكم كده، تقلبوها ببعض. وليمون، طب تحط برضو نص كوباية ليمون او ليمونتين، حط ليمونتين. هنجيب بقى للفرش بتاعتها. الفرش هنفرشها في الصينية تحتيها اهوت. بصل وفلفل الوان اخضر واصفر واحمر، ولو عندك بطاطس برضو حط بطاطس. لو عايزه بطاطس تحط بطاطس، حط بطاطس. الخلطه دي الفرشه دي اللي هي الفلفل ده هنلفوه بالخلطه اللي احنا عملناها في الاول، اللي هي الليمون والملح والبهارات والزيت والثوم. بتقلبيها كده تخليها تشرب ببعضيها. تيجي ماسكه بقى سمك مقطعاه كده من فوق قطع كده، تفتحيه كده اهوت عشان الخلطه تدخل فيه وياخد طعم الخلطه اللي انت عاملاها. تفتحها من من الجنبين زي انتم شايفين قدامكم كده. من الجنبين بتتفتح عشان الخلطة اللي انت عاملاها تدخل في اللحمة، عشان دي القطعة بتاعتها غليظة، لازم تتفتح عشان الخلطة تدخل فيها وتاخد طعم الخلطة. قدامكم اهو. وتدهنيها برضو هي اخرى بالخلطة. الجزء اللي تحت السمك دي تدهنيها بالخلطة اللي احنا عملناها زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بتدهنيها كده اهيت. وطعمها جميل خالص يا جماعة. اللحمة الجزل يعني ما لقناش فيها سفة خالص غير العمود الفقري بتاعها، كلها لحمة. اسمها سمكة اللمبوكة دي، سمكة بحر اسمها سمكة اللمبوكة. قدامكم اهوت. تشربوها بالخلطة كلها عشان تاخد الطعم وتديكي طعم حلو. ده البطروخ بتاعها برضو قلبته في الخلطة برضو، هنحطه معاها يستوي في الصينية برضو اهي. تحطها بقى في الفرن بعد ما خلطتيها كده وشربتها بالخلطة، تحطها في الفرن. هنعمل معاها دلوقتي رز اصفر. بتجيبي يعني بصلتين 3 كده كبار اهمت، تحطي زيت تحمريهم وتدبليهم يصفروا. بس اول ما يصفروا اهوت بتحطي بقى معلقه كركم وبهارات لحمه وكمون وفلفل اسمر برضو. يبقى تحطي على الرز الاصفر معلقه شاي كمون. او هتعملي كميه حطي معلقه اكل، عامله شويه صغيرين، وحطي كمون وبهارات لحمه وفلفل اسمر وملح طبعا. وهتقلبيه شويه بعد ما تحطيه على البصل كده. هتقلبيه شويه الرز مع الخلطه عشان يشرب فيها برضو. وتزوديه بقى بالميه اهي. لو جات لكم سمك، اي سمك جزل يعني، اعملوها بنفس الطريقه هتبقى كويسه. ما شرطش سمكه اللمبوكه تعملها كده، بس لو في اي سمك جزل او اي سمك عادي برضو اعمليه بنفس الطريقه. سمك البلط العادي بتاعنا او البوري برضو ممكن تعمليه بنفس الطريقه، هيديك طعم جميل وحلو خالص. اهوت الرز بتقلبيه بالخلطه عشان يشرب من بعضه اهوت. بتحطي الميه بقى. انت بقى عاوزه تحطي العيار بعيار حطي، عايزه بس يا دوبك تغطيه بس زي ما هتشوفوا قدامكم كده. حطي ده بخلي الرز مفرفر اهي بالطريقه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. يا دوبك ما يغطي بس كده ويبقى باين منه حاجات كمان. وتسويه بقى على نار هاديه عشان دي ميته شويه. لما هيستوي على نار هاديه هيستوي معاك كويس. تحطي الملح بتاعه اهوت. حطيت نص معلقه ملح اهو كبيره بتاعت اكل.
شايفين المية قد ايه على وش الرز؟ اعملوها بالطريقة دي هيبقى الرز مفرفر معاكم ومفلفل خالص. وتغطيها طبعا اهوت استوى اهوت الرز، وتقلبيه كده طبعا لما يشرب من المية بتاعته اهو. شايفين مفرفر خالص ازاي؟ مفيش حباية ماسكة في التانية خالص اهي، عشان المية الزيادة بتخليه يعني طري منك، يعني وش شبه معجن شوية، لكن لما تشوي المية يا دوبك تغطيه بس كده زي ما شفتوه هيبقى مفرفر معاك كده وكويس. الصينية بتاعت السمك اللمبوكة طلعت اهيت من الفرن واستوت خالص ولونها جميل خالص قدامكم اهوت اهو، وطعمها في منتهى الجمال، والخلطة اللي تحتيها اجمل منها كمان. ولو انت سمعتوا الفيديو بتاعي يا حبايبي لحد دلوقتي وعجبكم اعملوا لايك اللي هو اعجاب، واشتركوا في القناة واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهي. الصينية قدامكم جميلة وتحفة ومستوية ولونها ولونها وطعمها خرافة، يعني صراحة طعمها جميل ولونها جميل. والرز اهوت قدامكم، الرز مفرفر خالص ومفلفل خالص قدامك اهو. رز بلدي بتاع مصري عادي، مش رز بسمتي ولا حاجة. واللحمة هي اللي هي قطع السمكة، اللحمة بتاعتها اهي شكلها جميل وتحفة. وما لما بناخد من الخلطة بتاعتها بتحطي على الرز من تحت كده تزينيها، يعني زي ما انتوا شايفين كده اهي. لونها جميل وطعمها تحفة. وتزيني بقى زي ما انت عايزة بقى. انا حطيت فلفل اخضر اهوت، وده الاكل بتاعنا اهوت كله على بعضيه. ده مخلل اللي عاملاه في البيت، ليمون وشطة وبصل على بعضيهم، وده طماطم. وده الطبق بتاع الرز والسمك اهو قدامكم. وده البطروخ اهو، شايفين احمر ازاي وطعمه تحفة والله. البطروخ كمان، البطروخ طبعا غالي، انتوا عارفين البطارخ بتاعت السمك بتبقى غالية طبعا. وده الغدا بتاعنا اهوت، نشوف في خيار اهوت، وغدا جميل وطعمه جميل خالص. شايفين السمك اللحمة بيضة ازاي من جوه؟ شايفين اهي، لحمة بيضة خالص وطعمها في منتهى الجمال اهي. وطيبة مستوية بتخش سوا خالص في الفرن، يعني تاخد منك نص ساعة. ولو عايزة برضو لو الفرن بتاعك في بشواية ممكن تخليها تحت تستوي تحت وتطلعها فوق، تولع عليها الشواية شوية تحمرها زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين حمرا ازاي واللحمة بيضة ازاي من جوه؟ وطعمها في منتهى الجمال. لو اي سمك عادي تاني عايزة تعمليه بنفس الطريقة اعمليه. وهنزل لكم برضو سمك تاني، انواع سمك تانية بطرق تانية برضو او بنفس الطريقة. لحمة بيضة خالص من جوه وطعمها جميل ولونها في منتهى الجمال. والفرشة اللي كنا فرشينها تحت اللي هي الفلفل والبصل وكده تحفة اهي قدامكم اهي. شايفين لونها وطعمها في منتهى الجمال رخرة اهي. جربوها اي سمك، جربوه بنفس الطريقة هيبقى طعمه حلو وهيعجبكم والله ان شاء الله.